السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه احلى اخوات؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بقى نعمل السمك المكرونة المقلي كده التحفة ده. بصوا، السمك المكرونة ما يختلفش حاجة عن طعم الجمبري، حاجة سكر كده. يلا نشوف المقادير بتاعتنا والمكونات معانا ايه. معايا سمك مكرونة بلدي. ده حجم وسط، مش مكرونة ابو عظم، عشان في نوعين من المكرونة. اكيد الناس اللي فاهمين في السمك عارفين انا بقول ايه. ده النوع المكرونة البلدي. بصوا منضفاه مخليه قشطة قشطة كده. بصوا. والطبق اللي على جنب ده بطاريخ من السمك المكريل اللي عملته معاكم الفيديو اللي فات، ما شاء الله. بصوا مطلع. بصوا البطاريخ دي من السمك المكريل، هنحمرها مع المكرونة. يلا نشوف بقى الدقة بتاعتنا او التتبيلة اللي هنعملها. معايا شوية من الثوم حلوين وفلفل وليمون، ومعايا ملح وكزبرة ناشفة وكمون. طبعا السمك عشقه الحاجات دي، الثوم والكمون والكزبرة والفلفل والحاجات دي. يلا نجيب بقى الكبة بتاعتنا وننزل بالثوم والفلفل الحامي. عايزة تحطي فلفل رومي او كوبي براحتك خالص، عايزة تحطي فلفل حراق براحتك، بس هو السمك بحبه بصراحة بالفلفل الحراق. يلا بقى ننزل بالبهارات بتاعتنا. قلت لكم ملح، كمون، كزبره ناشفه. مش هقولك معلقه ومعلقه، حسب كميه السمك اللي انت شايفاها نظريا كده. وبرده مش هقولك كميه سمك معينه، كل واحد حسب مقدرته. يعني دول حوالي معايا 3 سمكات مقطعه الواحده قطعتين. عاملين معايا 6 قطع زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما قلت لكم، السمك المكرونه حلو جدا جدا، مسكر جدا. حلو قوي. يلا بقى نشوف التتبيله بتاعتنا هنحط لها ايه. بعد طبعا ما نعملها في الكبه كده، هنحط بقى عليها ليمون وهنحشيه. وزي ما انتوا عارفين السمك مش بيقعد كتير في التتبيله بتاعتنا. يعني ما فيش ربع ساعه بس كده وبنبدا نحمر على طول. بصوا عامل ازاي اهو، شكل التتبيله وريحتها رهيبه. يلا بقى نجيب الليمون ونعصره كده على الدقه بتاعتنا ونحشي السمك بتاعنا. هنفضيه بس في البوله اهو بالشكل ده، وهنحط عليه الليمون. عايزه اقول لكم السمك بنغسله بدقيق وليمون، ما تغسليش السمك بخل. الخل اولا بيهري السمك، تاني حاجه بيعمل زفاره جامده قوي. انا الخل بحطه معايا في الدقه بس، يعني زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شويه الدقه دول اللي في الكبه مش هنسيبهم خالص، هنحط عليهم معلقه خل كده وننزل بيهم على الدقه. انا بحشي السمك بس يعني بحط في الدقه خل، لكن ما بغسلش السمك بخل خالص، بدقيق وليمون. كفايه الاتنين دول بيمنعوا الزفاره حلوه قوي في السمك. لكن بصراحه بحس لما بحط خل على السمك وانا بغسله، بحس ان بيطلع ريحه زفاره وحشه قوي. تمام. هنعصر بقى الليمون وهنحشي السمك. زي ما انتوا عارفين وقلت لكم السمك معانا ما بيقعدش كتير في التتبيله بتاعته، يعني ممكن نعمله مثلا قبل الاكل كده بنص ساعه نكون نبدا نتبله على طول، ما بياخدش وقت معانا في التتبيله. هنقلب بقى التتبيله الرهيبه بتاعتنا الحلوه دي ونحشي بقى السمك بتاعنا. بصوا سهل خالص، هنحط شويه دقه كده ونوزعهم في كل قطعه من السمك عشان السمك معانا يشرب من التتبيله بتاعته اهو بكل سهوله. هنخلص طبعا الكميه كلها بنفس الشكل ده اهو. بصوا السمك متنضف معايا ازاي. ما شاء الله السمك يعني طازه معايا، لحمه متماسك كده وحلو اهو. طبعا تنظيفه سهل خالص، بيبقى عليه سفة او القشيرات بتاعته دي بنقشرها بمعلقه. المعلقه احسن حاجه بصراحه للسمك لو انتي ما عندكيش المقشره بتاعه السمك، عشان خاطر ما بتنطورش معانا السفة بتاع السمك جامد. تمام. لو ما عندكيش بسكينه باي حاجه بيتنضف سهل خالص، وبالمقص بنقص الزعانف بتاعه السمك كده وخلاص بيبقى جاهز معانا على طول اهو. دول زي ما قلت لكم، دول حوالي 3 سمكات، ودول شويه البطارخ اللي كانوا في السمك المكريل بتاع الفيديو اللي قبل ده على طول. روحي شوفيه، كنت عامله سمك مكريل مشوي تحفه قوي قوي قوي. دي البطارخ بتاعته ما شاء الله، كان فيه بطارخ فقلت خليها ابقى احمرها مع السمك المكرونه. شايفين؟ خلاص هروح اكمل بقى الكميه وارجع لكم. تعالوا بقى نشوف هنحمر السمك بتاعنا بايه. معايا حوالي 4 معالق من الدقيق، ومعايا معلقه ونص من النشا. عايزه اقول لكم النشا حلو قوي في تحمير اي حاجه. اولا بيخلي الحاجه اللي احنا بنحمرها ما تشربش مننا زيت.
تاني حاجة بتخلي الحاجة مقرمشة وكريسبي كده وحلوة، وبتخلي الحاجة اللي بنحمرها بتاخد لون حلو، يعني هيخلي السمك كده واخد اللون الجلد الحلو ده. زي ما انتم شايفين انا بهرت الدقيق والنشا معايا، حطيت شوية من الملح وشوية من الكمون. طبعا الكمون ده في السمك ده عشق السمك، يعني ده العشق بتاع السمك اهو. بصوا هنقلب بقى التتبيله، احنا كده بهرنا خلاص الدقيق والبتاع والنشا، والسمك معانا متبهر متبل يعني. يلا بقى نجيب السمك ونحطه بقى في الدقيق. اهم حاجه بقى هنحط السمك في الدقيق وننفضه تنفيضه حلوه ليه، عشان خاطر الزيت بتاعنا ما يتحرقش. وقبل التحمير برضو لو عليه شويه دقيق هنفضهم برضو قبل بايديا كده، عشان خاطر الزيت معانا يفضل نضيف لاخر حته بنقليها ما يتحرقش معانا. بصوا سهل خالص، مفيش اسهل من كده. عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي، وزي ما قلت لكم نحاول ان احنا ندخل لاولادنا سمك حتى لو مرتين في الاسبوع، حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا بنفضها من الدقيق حلو عشان خاطر ما يحرقش معايا الزيت. وبرده قبل ما اخد القطعه واحطها في الطاسه وانا بحمر هديها تنفيضه برده تانية عشان خاطر ما يتحرقش معايا الزيت. وزي ما قلت لكم اهم حاجه معلقه النشا دي او معلقه ونص نشا بتفرق قوي في تحمير السمك والبانيه والحاجات دي، بتخلي الحاجه تطلع معانا مقرمشه وما تشربش زيت، يطلع معانا لونها حلو كمان. هنحط بقى، انا في الوقت ده كنت حاطه الطاسه فيها زيت جنبي عشان خاطر يسخن معايا، عقبال ما بهر يعني عقبال ما احطهم في الدقيق كده يكون الزيت معايا قدح. طبعا ان احنا شطورات وعارفين ان احنا لما بنيجي نحمر حاجه بننزلها في زيت سخن، ما بننزلهاش في زيت بارد. الزيت البارد بيخلي الحاجه تشرب مننا زيت، تمام، اللي احنا بنحمرها، فلازم ننزل الحاجه في زيت سخن. بصوا بقى خلاص دي اخر قطعه معايا، وهمسك في الاخر البطارخ وهنزلها في الدقيق بقى الباقي ده كله واديها تقليبه كده. عايزه اقول لكم البطارخ محمره تحفه قوي 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 قوي. بصراحه انا فتحت السمك المكريل وانا بنضفه استغربت بصراحه بما شاء الله كميه البطارخ اللي انتوا شايفينها في الطبق دي من الثلاث سمكات اللي كنت عاملاهم في الفيديو اللي قبل ده على طول اهو. بصوا هاخد بقى البطارخ والفها في الدقيق لفتين كده اهو وخلاص. عايزه اقول لكم اكله سهله وسريعه، تعملي جنبها شويه رز حلوين وطبق سلطه كده وبالهنا والشفا على طول. في ناس بتحب تاكل السمك برز ابيض، وفي ناس بتحب الرز اللي هو الصياديه او ببصل، براحتك خالص اللي انت حباه اعمليه. بصوا حطيت الطاسه على النار، بصوا الزيت سخن ازاي، بنزل السمك اهو. تعالوا بقى نشوف السمك بعد ما اتحمر معانا شكله عامل ازاي. ما حبيتش اطول عليكم، خلاص ان احنا عارفين كلنا السمك بيتحمر ازاي اهو. ما بنقلبهوش خالص الا لما بنتاكد ان هو اتحمر من على الجنب نقلبه على الجنب التاني. طبعا جبت الطبق التقديم بتاعنا، حطيت فيه شويه بقدونس او كزبره اي نوع خضره عندك، وهتحطي فيه شرايح ليمون. ده للديكور عشان انتوا عارفين وفاهمين العين بتاكل قبل البق، فلازم نزوق الطبق بتاعنا مش عشان تصوير بس، عشان خاطر ولادنا برضو يحبوا الحاجه وياكلوا منها. هنرص قطع السمك كده، شايفين السمك عامل ازاي، والله عبارة عن سكر كده جنب، يعني بصوا مسكر كده زي الجمبري، اكنك بتاكلي الجمبري بالظبط. بصوا القطع عاملة ازاي، ما شاء الله، طول 3 سمكات والبطارخ بتاعت السمك المكريل. وحمرت البطارخ بصوا عاملة ازاي، طعمها تحفة قوي. يا رب الوصفات اللي اكون بقدمها لكم تعجبكم وتنال اعجابكم كده يا رب. ما تنسوش بقى لايك حلو كده وكومنت حلو عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات تانية كتير. لو وصلتي بقى الحتة دي اعملي لايك. بصوا زي ما انتم شايفين انا اهم حاجة اي حاجة انا بحمرها بحب اطلعها على مناديل. بصوا المنديل بيشرب الزيوت خالص، يعني عشان ناكل حاجة صحية برضو، يعني تكون الزيت فيها يكون قليل. بصوا انا السمك بطلعه على مناديل بعد كده بحطه في طبق التقديم. وبكده بقى اكون خلصت السمك معاكم النهارده، ولو عجبكم ما تنسوش لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. باي باي.